مرحبا بكم في برنامج قطرة. قطرتنا اليوم من بحر الأوقاف. كثير من الناس يظن أن الوقف يكون للفقراء والمساكين والمحتاجين فقط، وأن الإنسان إذا أوقف مالا سواء كان عقارا أو أسهم أو غيره فإنه لا يجوز له أن ينتفع من هذا المال بأي طريق من طرق الانتفاع. والصحيح أن الوقف على النفس من أنواع الوقف المشروعة، وهذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه كما هو معلوم، وبئر رومة موجودة إلى هذا العصر من عصر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ما فعله أيضا عمر رضي الله عنه، فقد جاء في الأثر أن عمر رضي الله عنه أوقف داره وسكنها، وكذلك الزبير بن عوام، وهذا العمل يعتبر من قبيل الوقف على النفس. وبالتالي فإن الواقف يجوز له إذا أوقف بيتا أو غير ذلك من أنواع الأموال أن يجعل نفسه ممن يحق له الانتفاع من هذا الوقف طيلة حياته. وهذا الانتفاع قد يكون خالصا له حال حياته، وقد يكون مشتركا له ومع غيره من ذريته أو قرابته، أو أن يجعله وقفا له ويكون بعد وفاته في وجوه البر العامة.